اوعى تكون مفكر انك شفت اسرع موتوسيكل في العالم او الاتش 2 ار. هو اسرع موتوسيكل الانسان قدر يصنعه. تخيل كده معايا في يوم من الايام انت ماشي في الشارع ولا تحس باي حركه حواليك، وكمان ما تسمعش اي صوت، وفجاه تلاقي حاجه عدت من جنبك زي الصاروخ. هو حرفيا صاروخ عدى من جنبك، وده فعلا اللي حصل. شركه عملت موتوسيكل كهرباء بيوصل سرعته لاكتر من 400 كيلومتر في الساعه، اسرع من القطر، اسرع من اي طياره انت ممكن تكون شفتها. تخيل كده حاجه تمشي من غير صوت بالسرعه دي. هي فعلا اختراع مجنون. المستفز بالنسبه لي بقى ان الموتوسيكل يوصل بالسرعه دي ان هو موتوسيكل كهرباء. ما علينا ونتجنب خلافنا مع الموتوسيكلات الكهرباء. اللي هيشدك في اول حاجه في الموتوسيكل ده هو شكله الغريب شويه، شكله كده شبه مركبه فضائيه، والمميز فيه انك هتلاقي فتحه كبيره قوي كده في النص. طبعا الفتحه ديت هنتكلم عليها قدام، والفتحه دي هي فعلا اللي بتميزه عن اي موتوسيكل تاني انت شفته. والموتوسيكل دوت مش فيلم خيال علمي ولا طالع من الافلام. الموتوسيكل الكهرباء المجنون ده اسمه WMC 250 EV. واستعد بقى بالصحاب عشان انت هتدخل عالم السرعه والتكنولوجيا في الفيديو بتاع النهارده. قبل ما ندخل في تفاصيل الوحش ده لازم نعرف مين اللي وراه. اللي وراه شركه بريطانيه لسه بادئه كده اسمها وايت موتورسايكل كونسبت. ورا الشركه دي شخص واحد وعنده حلم مجنون واسمه روبرت وايت. الراجل ده عنده خبره طويله في عالم السيارات والتصميم الايروديناميك، وقرر يستخدم خبرته دي عشان يغير شكل الموتوسيكلات للابد. الشركه مش بتركز على الانتاج التجاري، يعني مش هدفها الفلوس، لا، دي معموله للابتكار، السرعه، وكمان تحطيم الارقام القياسيه. روبرت بدأ شغل على اول نموذج للموتوسيكل ده سنه 2020، وزي ما قلت لك هدفه ما كانش خالص الربح، هدفه انه كان يثبت ان الموتوسيكلات الكهرباء تقدر تنافس وتحطم الارقام القياسيه. نيجي بقى للفتحه الكبيره اللي في النص دي اول حاجه انت هتلاحظها في الموتوسيكل ده، وهو تصميمه الغريب. في فتحه ضخمه ماشيه من قدام لورا كانك فاتح انبوبه هواء في قلب الموتوسيكل نفسه. الفتحه دي اسمها في اير. الفكره منها بسيط جدا بس في نفس الوقت عبقريه، تخلي الهواء يعدي جوه جسم الموتوسيكل بدل ما يخبط فيه من بره. النتيجه مقاومة هواء بتقل بنسبة توصل ل 70%، يعني السرعة بتزيد والثبات كمان بيزيد. والجميل بقى ان التقنيه دي ممكن تنتقل لموتوسيكلات الشارع العاديه في المستقبل. يعني سرعه الموتوسيكلات اصلا اللي احنا مش عارفين نوقفها دي هتلاقيها بتزيد. طب الموتوسيكل ده كهرباء، يعني مفيش صوت، مفيش RPM عالي، طب فين القوه؟ ال WMC 250 EV بيشتغل على 4 مواتير كهرباء، مش موتور واحد بس، كل موتور مربوط بعجله مستقله. القوه الكامله للموتوسيكل دي حوالي 1000 كيلو وات، يعني 134 حصان كهرباء. انت متخيل القوه؟ بس القوه الحقيقيه مش في الارقام، القوه في التوزيع. العزم بتاع الموتوسيكل ده بيتوزع بشكل فوري على 4 عجلات، والنتيجه تسارع ثابت وامن في نفس الوقت. السرعه المستهدفه اكتر من 400 كيلو متر في الساعه، يعني اسرع من اغلب الموتوسيكلات والعربيات السوبر سبورت. طب ايه لازمته؟ يعني ايه اللي هيخلي شركه صغيره شبه دي تعمل مشروع كبير بالحجم ده؟ الهدف الاساسي زي ما قلت لك هو كسر الارقام القياسيه ويحققوا رقم اسرع موتوسيكل كهرباء في العالم. بس كمان الشركه عايزه تجرب تقنيات تقدر تنتقل لمجال الشرطه، الشحن، والدراجات اليوميه. ال WMC 250 EV يعتبر زي معمل متنقل بيجرب فيه وايت كل الابتكارات الجديدة، زي مثلا تقنية استرجاع الطاقة من الفرامل. يعني انت لما تدوس فرامل بتشحن البطارية، بطاريات أكثر كفاءة، والمواد بتاعته بتكون خفيفة الوزن زي الكربون فايبر. فكل ده حاجات وايت هو قاعد بيجرب فيها. خلينا نقارن شوية بين الموتوسيكل ده والموتوسيكلات اللي في نفس الفئة. عندنا مثلا موتوسيكلات كهرباء قوية جدا زي ديمون هايبر سبورت، وكمان اللايتنينج LS 218. الموتوسيكلات دي بتوصل سرعتها ل 350 كيلو متر في الساعه. لكن ال WMC 250 EV بيختلف عنهم خالص. مش بس عاوز يكون الاسرع ما بينهم، لكن كمان عايز يغير طريقه تصميم الموتوسيكلات بالكامل. يعني مش مجرد سباق سرعه، دي كمان ثوره في شكل وميكانيكيه الموتوسيكلات. لما الشركه عرضت النموذج الاولي في بريطانيا الناس اتقسمت لكذا حزب. في اللي قال عنه اكنه سلاح جاي من فيلم خيال علمي، وفي اللي كان متحمس جدا للتصميم الاولي ومستني الشكل النهائي، وكمان في ناس ما كانش عاجبها ان موتوسيكل كهرباء ملوش صوت يمشي في الشارع بالسرعه دي. الصحافة التقنية شهدت ليه وقالت انه بداية تغيير لشكل الصناعة بالكامل. بس خلينا نكون صراحة مع بعض، المستقبل واضح قوي للمواتير الكهرباء. شركة مثلا زي هارلي ديفنسون، كawasaki وسوزوكي كلهم بدأوا شغل على مشاريع كهرباء. بس WMC سبقتهم بخطوة، مش بس بالكهرباء لكن بشكل الموتوسيكل نفسه. فتخيل كده لما التقنية دي
تنزل على الموديلات العاديه هنبقى حرفيا بنسوق طيارات مش موتوسيكلات. فربنا يستر علينا من السرعه دي. فعايزك تقول لي يا ابو الصحاب، انت شايف ايه؟ هل فعلا الموتوسيكلات الكهرباء ليها مستقبل؟ ومتخيل انك تشوف الموتوسيكل دوت في يوم من الايام كده جنبنا هنا في الشارع بتاعت شوارع مصر دي؟ طب عايزك تقول لي كده بصراحه، الكهرباء ولا صوت الجاكمان والبنزين ليهم طعم تاني عندك؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش اللي انت تشترك. كان معاك رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.